السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على قعدة الأنتريهات أو الركن. هو الحل الأمثل للناس اللي بتعاني من الهبوط الأنتريه أو الركن أو أي حاجة بيقعدوا عليها، حتى كراسي السفرة. فالأفضل من ده كله وأفضل من الكونتر والبانو والحاجات ديت، لأن الكونتر بيقوس مع الوقت غير اللي هو بيعمل صوت. البانو برضو نفس النظام، بيبقى فيه سدايب صغيرة وبيبقى فيه أبلكاش من تحت ومن فوق، بس بيبقى رئة ضعيفة، فمع الوقت بيشرخ وممكن يتكسر. انما الافضل من ده كله اللي انتوا شايفينه ده، الملل خشب عايزين تجيبوه، هو اقل حاجه بيتحط 3/4، مش محتاج اكتر من كده. بس اللي قدامكم ده بوصه، ده عشان خاطر صاحب الحاجه نجار فمتوصي بنفسه يعني، فهو خد الفكره مني فقال لي ايه انا هعملها ملل. فطبعا انا الحمد لله انا اول واحد على اليوتيوب بفضل الله عامل الحكايه دي، وعملتها في كل حاجه حتى الصالونات. هي دي مش اساسها، بس انا بساعد الناس اللي كل شويه الحاجه بتاعتهم بتهبط. اما انا هو الصح والافضل اللي هو الشغل التاني اللي هو سواء الاستيك او السوسته الزجزاج. بس في ناس تقول لك لا احنا عندنا هرس جامد واطفال وبيت عيله ومش عارف ايه، فهو دوت الافضل ليهم. مش معنى كده اللي هو وحش في القعده هيبقى ناشف، لا، احنا ممكن نعمله ده ونحط فوق منه سفنجه هايبر بدل السفنج اللي هو الضغط السوفت اللي هو بيبقى عافي اصلا ناشف من البدايه. فده الحل الامثل في القواعد سواء الركنه او الانتريهات او في السفر، ده احسن حاجه. يعني لو حاجه هبطت السفنجه هبط مش هيشغلنا، ممكن نغيروه. انما انا لو القعده هبطت هتضطري او تضطر ان انت تشيل كل ده تودي له المنجد عشان يعمله. انما انت كده لو السفنجه هبطت وانت عامل ده مش هيشغلك حاجه، هتغير المرتبه وشكرا، بس كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في حاجه اسمها خشب بياض، وفي حاجه ثانيه اسمها خشب فيرلاندي. هو الخشب طبعا انواع، فدوت الخشب اللي قدام منكم دوت فيرلاندي، لان الراجل زي ما انا قلت لكم نجار مش هيحط لنفسه حاجه وحشه، فجايب خشب فيرلاندي. البياض ده بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده كثير البياض، يعني ما فيهوش الثمره دي قد كده، تلاقي الثمره دي مش موجوده يعتبر. ده اللي اسمه ايه؟ عشان بياض بيبقى طري وفي نفس الوقت خفيف، يعني اللوح زي ده كده تقيل بمقام لوحين التاني، فده اغلبيه الشغل السوقي بيحطوه. وفي الانتريهات برضو نفس النظام، بص تلاقي ده اغلى من البياض ده بمراحل، وتلاقي الناس بيتخدعوا فيه وبيتعمل منه انتريهات او ركن. ان شاء الله هبوريكم الفرق ما بينهم والاشكال ما بينهم، والاشكال الخشب الزان برضو نفس الحوار، لانه برضو انواع الخشب الزان من الخشب الروماني اللي هو نضيف، طبعا ما بيتعملش بيه ولا ركن ولا انتريهات من الاخر كده عشان نبقوا صراحه مع بعض، الا في الصالونات. والصالونات اللي هي يعتبر لو صالون صغير ممكن يتعمل له خشب بس تقريبا ل 12000 خشب بس. 12000 ده من غير القايمه. القايمه دي لوحديها ممكن تخش لها في كام الف. ده احنا بنقول صالون كده ايه، هناخدوه عند النجار وبعد كده نودوه للنقاش اللي هو بتاع القايمه يعني. فده لوحده خشب 12000. يبقى ده خشب ايه؟ ده الخشب الاحمر الروماني. اما انا حاليا في السوق مفيش حاجه اسمها خشب احمر، حاليا كله خشب زان عادي بس مستويات، لغايه اخر حاجه اللي هو خشب الشجر. خشب الشجر ده بقى اللي بيعملوا منه بعض انتريهات والكلام ده اللي هي السوقي. بس مع الوقت والفتره وكده تبص تلاقي مثلا لو خشب انا حاططها كده في الانتريه ولا حاجه الاقي ايه قوست الدراع معمول كده ولا بتاع، ابص الاقيه عوج لوحده. هو الخشب ده خشب الشجر ده هو اصلا كله اسمه خشب شجر، بس ده احنا محددينه خشب شجر ليه؟ لان الشجره دي وحشه،
فبيجيبوا منها الخشبه دي فمسمينها خشب شجر. انما في خشب تاني اللي هو في الزان اللي هو بقى ايه روماني، خشب روسي، خشب اللي هي الانواع اللي هي ايه النضيفه في الخشب ده. فهنرجعوا بقى ايه لموضوعنا ان شاء الله. دوت بالنسبه للركن والانتريات حاجه محترمه وزي ما انتم شايفين كده. انا عامل ركنه وديت كنبه مع الركنه. فانا هنا اهو انا عامله بسوى الصدر، خشبه ايه بسوى ايه الصدر، وجايه طولي مش جايه بالعرض عشان خاطر الصدر ياخد الخشبه كده. عايز تجيبها بالعرض ما يشغلناش عادي، بس انا بتكلم ايه في الاصح والاولى. ده كده بسوى ايه بسوى الصدر، وانا عامل له هنا فصل. عامل هنا ايه الفصل اهو عشان خاطر افادي الدراع، والناحيه الثانيه نفس النظام برضه عامل فصل فيها عشان خاطر احطه كده يبقى من ناحيتين معمول اهو. واضح كده في الناحيتين. دي حاجه. بعد كده بنحط اللوح الثانيه جنب، مش جنب بعضيها بقى ولازقه، لا ما بينهم بتاع تقريب ال6 سم. يعني ده لوح 3/4 عرض 10 التخانه بتاعته، والاطوال اللي انتوا عايزينها تجيبوها وانتوا قطعوا على قد الحاجه اللي عندكم. كده انا ايه عملت فصل بحيث ان انا اخلي ده بسوى الصدر بتاعي، وبحط ده جنب بعض كده وبخلي فرق بتاع حوالي 6 سم. ال6 سم دولت عشان خاطر يبقى في نفس في القعده ما تبقاش مكتومه. وطبعا هيتحط ما بينهم قماش، هيتدبس قماش كده بحيث ان انا اسد الفتحه دي عشان خاطر السفنج اللي انا هحطه ما يسقطش تحت، وفي نفس الوقت يدي روح للسفنج والقعده من فوق، لان لا اي حاجه لازم يبقى فيها نفس وروح بحيث الحاجه تعيش اكتر. دي حاجه. فانا حاطط 4 قطع، فهنا في وسع. طب انت هتقول لي انت سايب كل ديت ليه؟ لا انا سايب الحته دي لان في ظهر هيطلع، فالظهر ده هيبقى رامي هنا. الظهر ده انا بخلقه، بعمل علبه خشب وانا وريتها لكم في فيديوهات ياما تعليميه. بعمل علبه وبتطلع على الظهر، فهنا مش هيبقى ليه لازمه لان مفيش حد هيقعد فيه وهيبقى منطور الظهر كده. فاصبح كده اللي انا ايه ظبطت حالي وظبطت الخشب بتاعي كده تمام. نيجي جاي مسمره. انا معايا هنا اهوت المسدس بتاعي زي ما انتم شايفين، ده انا شغال بيه. لازم يكون الواحد عنده حداثه يبقى معاه شغل. ده بالنسبه للنجار او اللي هو عنده هوايه في الحاجات دي. فانا كده ايه هدبس. طبعا ده 5 سم طوله زيه زي المسمار بس بروحين يعني افضل. سامعين؟ كده في واحد طالع هنا وهو طلعه كده. انا وريت لكم بيتسمر ازاي. انتوا بقى ايه انتوا عايزين تعملوا بمسامير عادي بشيشه زي ما انتوا عايزين. هو المفروض كان ينزل تحت خالص بس عشان خاطر انا فاصل الهواء عشان الصوت وكده. كده نهايه الفيديو. طبيعي في ناس بعتت لي في الكومنتات وكده اللي هم في حاجات ياما اتعلموها وبعتوا لي صور ياما في الحاجات اللي هم عملوها وكده، سواء في الخشب او في التنجيد
او في كراسي السفره او في الخياطه، فالحمد لله الثمره بتكبر يعني. فدي انا عاملها لله يعني. غير بقى ايه الشغل بتاعي اللي هو المشاهدات والكلام دوت ده ليا طبعا. فما انتوا بتستفيدوا لازما برضو ايه تفيدوني باللايك والشير وكل خير. وانا التليفون بتاعي بيتحط في الوصف، بحيث اللي عايز يطلب اي حاجه يطلب بس على الواتس. الرقم ده بيبقى رقم واتس، واما برد بالليل بس، قليل لما برد بالنهار لان انا بالنهار ببقى في الشغل. فكده ده نهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.